صباح الخير على الجميع. أنا كان عندي رسالة عايزة أوصلها. ربما البعض فهمها غلط، فسرها تفسيرات غلط. حسيت إن في لغط وجدال. الرسالة بتاعت الفيديو ما كانتش كده خالص. أنا كنت عايزة أقول حاجة واحدة بس، إن رغم تعدد الأجناس ورغم تعدد الديانات في أوروبا بشكل عام، إن في سلام اجتماعي، إن مفيش مشاكل بين الجيران ولا بين أي حد. كل واحد هنا عايش في حاله، كل واحد مع نفسه. أدي كل القصة. مفيش غير كده. يعني ليه إحنا هنا بنبقى محترمين وبنبقى ما بنأذيش بعض، غير في مجتمعاتنا الأصلية؟ مجتمعاتنا الأصلية بنأذي بعض بالنظرة، بالكلام، بكل حاجة. وبعدين أنا عشت تجربة، لو انتوا نفسكوا عشتوها هتتعبوا نفسيا جدا، وهتعذروني وهتلتمسوا لي العذر. أنا بتكلم عن تجربتي في المجتمعين، المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي. ازاي في احترام للإنسانية وتقدير للإنسان، بصرف النظر عن مؤهلاته المادية، وبصرف النظر عن ديانته، وبصرف النظر عن عمله. لو انت هنا شغال في الزبالة بيحترموك. لو انت في مصر رتبة كويسة بيبهدلوك، ومفيش حدود في التعامل. يعني لو انت حتى ماسك ايه، لو انت وزير ولا ماسك اي سلطة في مصر، بتتشتم بأفظع الشتايم. لو انت حتى في حالك بيتدخلوا في حياتك. انا هنا اهو قاعدة في اوروبا، وبيجي لي رسائل مسجلة بأصوات ناس بيجيبوا سيرتنا وبيعملوا حاجات مش تمام في حاجتنا. احنا سايبين مالنا وحالنا في مصر، وبنيجي هنا زيارات وبنمشي. ادي كل الموضوع. انا موضوعي مش مين مسلم ومين مسيحي ومين يهودي. كل الديانات على راسنا من فوق، وكل الناس على دماغنا من فوق. مش بقول كده علشان خايفة، لا، انا بقول كده ليه احنا ما نتعلمش الانسانية والتحضر من المجتمعات دي؟ رغم ان احنا عندنا اعظم اديان، رغم ان احنا مسلمين، ازاي هم يبقوا متفوقين علينا في كل حاجة؟ إيه، كل الأجهزة، التليفون اللي انا بتكلم منه ده هم اللي عملوه، العربية اللي انا بركبها هم اللي عملوها. احنا انتجنا ايه غير الكلام والحوارات؟ احنا بتوع حوارات، ما بننتجش حاجة. احنا طول النهار قاعدين نبص على بعض. هقول لكم على موقف حصل لي في مصر في بيتي. آه، كنت بتخانق مع ابني. بصيت، رحت الشغل في مصر، بصيت لقيت الدنيا كلها عارفة انا كنت بتخانق مع ابني. مين يا جماعة اللي قال لكم؟ قالوا ده فلانة الفلانية. يا جماعة ده الست دي شباكها ما بيتفتحش، اتاري الشباك بتاعها ألمونتال والازاز بتاعه تشوف هي من جوه كل اللي بره، واللي بره ما يشوفش اللي جوه. طب ليه؟ ده ابسط مثال. يعني ده ابسط مثال. ليه الناس تتجسس على بعضها؟ ليه الناس تطلع اشاعات على بعضها؟ ليه الناس تطلع حاجات غريبة؟ يعني أنا في مرة برضو كان جاي لي ضيوف، ناس غرب ما حدش يعرفهم في المنطقة اللي أنا عايشة فيها. ست جاية منقبة ومعاها عربية وبتاع. ياه، دي عيانة، قالوا عليا عيانة، وجايبة شيوخ من السعودية تعالجة، وقالوا حاجات كتير ملهاش أي أصل من الصحة. فاحنا بنتكلم إن لازم احنا نبقى محترمين في التعامل. ما عادش في احترام. هنا لو انت زبال بيقولوا لك من فضلك وشكرا. في مصر لو انت مركزك ايه، تلاقي الناس بتعاملك معاملة زي الزفت. مفيش احترام، لا في ألفاظ ولا في أسلوب، ولا في حدود. في المعاملة بيتدخلوا في حياتك، بيقولوا كلام من خيالهم. ادي كل الموضوع. وبعدين احنا ليه كده يعني بندخل نفسنا؟ انا ما حددتش حد ولا قلت فلان كذا ولا فلان كذا، ولا جبت سيرة اهل الكتاب، ولا جبت سيرة اي حد. انا اتكلمت بلسان العامة علشان خاطر اوصل رسالة. مش عارفة انتوا ليه فهمتوا الرسالة بشكل غلط خالص، ودخلتوني في متاهة انا مش قدها. اللي انتوا اتكلمتوا فيه ده انا والله ما قده، وما اقدرش اتكلم في حاجة زي كده خالص. انا كل اللي انا بتكلم فيه تعديل سلوك. نشوف الناس اللي اتطورت واتقدمت وعملت العربية وعملت الموبايل وطلعت الفضاء، دي عملوا ايه؟ ما قعدوش على المصطبة يجيبوا سير الناس، ما قعدوش على المصطبة يبصوا على الرايح واللي جاي. هي دي القصة.